ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده هنعمل مع بعض مارشميلو في البيت بطريقه سهله قوي وبسيطه، وطعمه كان يجنن وما خدش مننا وقت خالص. وبجد هتتبسطوا قوي لو انتوا جربتوا الطريقه دي. تعالى اقول لكم عملناها ازاي. اول حاجه انا عندي ربع كوبايه ميه مغليه. بدات بقى اضيف عليه باكيت جيلي. ممكن اي طعم انتم متوفر عندكم، ممكن تفاح، ممكن فراولة، اناناس، اي حاجة متوفرة عندكم ممكن تعملوها، بتدي لون حلو قوي. طبعا كتر الالوان كتير بتدي الوانات حلوة وبتدي شكل الطبق بيبقى جميل، والولاد هيتبسطوا بيه قوي. بدأت اضربه بقى زي ما انتم شايفين كده لحد ما القوام بتاعه بدأ يتقل، واللون كمان بدأ يبقى فاتح معايا كده زي ما انتم شايفين. وبنفس الطريقة بقى اللي أنا عملت بيها جيلي الفراولة هبدأ أعمل برضو كل أنواع الجيلي اللي عندي المتوفرة، سواء بقى عندي أناناس أو عندي تفاح أخضر، على حسب الأطعمة المتوفرة أعملها بنفس الطريقة. بدأت بقى أضيفها في الكيس زي ما انتم ما شايفين كده. عندي كيس حلواني ماشي، ما عنديش ممكن استخدم حتى كيس تلاجة عادي. جبت بقى صينية بتاعتي البايركس وبدأت أضيف عليها كمية نشا، بس احنا بنحتاج نشا، كمية نشا محترمة شوية عشان تبقى غويطة ان انا تديني حجم المارشميلو بتاعي يبقى كويس معايا. بس النشا ده طبعا احنا بنقدر نستخدمه تاني، بيتنخل وبنستخدمه عادي، مفيش اي مشكلة فيه. وبدأت اعمل فتحات كده زي ما انتم شايفين بظهر المعلقة بتاعة العسل عشان اعرف اصب فيها الجيلي بتاعي. وهعمل بقى الكمية بتاعتي كده. عايزه اقول لكم سهل قوي وما خدش مننا وقت، والولاد كانوا مبسوطين قوي وهم بيعملوه معايا. مش عايزه اقول لكم كانوا عايزين ياكلوه كده قبل حتى ما يبدأ يعني يخلص، حتى من كتر ما كان طعمه حلو قوي. وهبدأ بقى اعمل الكميه بتاعتي ايا كان بقى، جيلي تفاح، جيلي فراوله، جيلي اناناس، بنفس الطريقه كده. وهدخله التلاجة تقريبا حوالي، عايزه اقول لكم ما خدش وقت خالص في التلاجة، تقريبا 10 دقايق ربع ساعه كان جاهز معايا كل الاطعمه بتاعتي. وزي ما انتم ما شايفين بقى عملت بنفس الطريقه برضو، عملت جيلي التفاح، ولو كان عندي اناناس كنت عملته برضو، كان هيدي لون حلو قوي. وبعد كده بدأت بقى انخله باي مصفى عندي بنخله. وده بقى كان الشكل النهائي بتاعه. عايزه اقول لكم حلو قوي وطعمه جميل وصحي وما فيهوش اي ضرر خالص من اي سويتس محطوطه بره معمول عليها مواد حافظه. عايزاكم تجربوا الطريقه وتقولوا لي رايكم فيها، وان شاء الله نتقابل فيديوهات تانية كتير.